بالنسبه للمباراه الماجيه، اعتقد لان اللاعبين كلهم محترفين، هما والمدربين والطاقم التقني اللي كتوجه لهم التحيه. كنظن على ان رجليهم غيبقاو في الارض، غيفكروا اليوم بلا ما يبغيو، اوتوماتيكمون غيفكروا في المباراه الماجيه. لماذا؟ لانهم سيواجهون منتخب اسباني ايضا عاوتاني عنده فعاليه وعنده قوه ديالو، عكس كرواتيا وبلجيكا اللي تراجعوا كثير في الاقصائيات وحتى في المباريات الوديه لقاو مجموعه من المشاكل. فالمنتخب الاسباني عكس من ذلك قام ببعض المباريات جيده خاصه المسابقات، وبالتالي غيكون عندهم قاس عنيد. ولكن اليوم قاعدنا ما نخافوا، لان اللي ولا كيجي كنقابلوه نتمناو نحققوا ايضا انتصار باهر كما قال السي وليد الرغيلي. كانت النيه وكانت الدعوات صافيه ان شاء الله، وكنا درنا سير حماده. مباشرة بعد الفوز المنتخب المغربي على منتخب بلجيكا والماركا ولا آس، كانوا قالوا تينين كوينتا مارويكوس، يعني يجب أخذ المنتخب المغربي بعين الاعتبار. وهما اليوم المنتخبان سيتواجهان للمرة الثانية تواليا في المونديال. أنا عرفت أنك كانوا بعض وسائل الإعلام الإسبانية اتصلوا بك خالد. نعم. بدأ التخوف وبدأ كذلك الترقب قبل هذه المواجهة مع المنتخب المغربي. سأحدثك عن 3 أشياء اليوم لمستها في خلال لقائي مع إحدى الإذاعات في مدريد، الإذاعات الشهيرة في العاصمة الإسبانية. الشيء الأول أنهم سألوني إلى أي درجة الشارع المغربي متفائل، وهل يمكن أن تحدد لنا نقطة من 1 إلى 10؟ قلت لهم 7 إلى 8، فدهشوا، لأن هذا الارتياح الذي تركه المنتخب المغربي في المباريات ال3 يعطي تفاؤلا مشروعا، هكذا استعملت هذه الكلمة للجماهير المغربية، لأنها تلمس شيء على أرض الواقع، وهذا الشيء لم يكن حاضرا في الماضي. الشيء الذي يتخوف منه الإسبان والإعلاميون الإسبان والخبراء هو أن المنتخب المغربي حينما يستحوذ على الكرة أو يستخلصها يلعب بشكل عمودي وسريع جدا. نعم. وهذا ما يخافه المنتخب الإسباني. زد على ذلك الخوف الشديد مما يسمونه لاس استرياس دي مارويكوس. نعم. نجوم المنتخب المغربي هؤلاء، وبالأخص حكيم زياش وأشرف حكيمي. لأنهم يعرفون القوة الضاربة والتكامل الموجود بين العنصرين، بالإضافة بالطبع إلى العناصر الأخرى التي يعرفونها، المستوى المبهر لياسين بونو في الدوري الإسباني، والذي استطاع أن يكون صاحب جائزة سامورا أحسن حارس مرمى في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى نصير الذي اكتسب خبرة كبيرة مع أشبيلية وآخرين. هذا هو الانطباع العام، أن اليوم ليس هناك منتخب إسباني متوهج بأسماء كبيرة ومنتخب ناشئ، ولكن يقولون فعلها بنا منتخب اليابان، لن نسمح لأنفسنا أن نسقط مرة ثانية. لأن إذا جينا غير نقارنوا خالد وفؤاد والسي بدر الدين، يعني اللي تكلم هو على لاس استرياس دي مارويكوس، يعني نجوم المنتخب المغربي، لاش لاعب بلاعب، يعني المستويات متقاربة، مع أفضلية بالنسبة للمنتخب المغربي من ناحية ديال إذا تكلمنا على انديفيدويلمون، يعني من الناحية الفردية، لأن ياسين بونو مثلا أحسن من أوناي سيمون، أشرف حكيمي أحسن من كارفاخال ولا أسبيليكويتا. نعم. وهكذا، باستثناء ربما اللاعب بيدري. لكن المنتخب الإسباني نقطة القوة ديالو ماشي في الفرديات بل في اللاعب الجماعي ديالو. والمنتخب الإسباني رغم الهزيمة ديالو بالأمس جديد في تاريخ كأس العالم، نسبة الاستحواذ في الشوط الأول ولا في الجزء الأول من الشوط الأول بلغت 85%. 85%. ولكن بدر الدين سيقول لك العبرة بالخواتيم أمام منتخب اليابان. لست أنا من يقول هذا الكلام، ولكن هي الأرقام والإحصائيات التي تقول هذا الكلام. عندما باش نقول بدر الدين، اسمح لي قاطعتك، أنه زعما المنتخب المغربي من الطبيعي أنه يحرم من الكرة في هذا اللقاء. صحيح. فلست أنا من يقول هذا الكلام، هي الإحصائيات والأرقام والمشاهد التي تتكرر أمامنا تقول هذا الكلام. تذكر معي ونذكر جميعا أن المنتخب الفرنسي توج بطل العالم في 2018، وكان الأضعف بين المنتخبات اللي وصلت الأدوار الحاسمة على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى امتلاك الكرة. الاستحواذ فيه شقين، فيه استحواذ إيجابي وفيه استحواذ سلبي. وقد قال خالد أن أكثر ما يخشاه الإسبان هو اللاعب العمودي
المباشر الذي يعتمده الفريق الوطني، وقد قدمنا من ذلك نموذجين اثنين. النموذج الاول هدف النصيري هدف خالد بوطيب في مرمى اسبانيا في مونديال 2018، والهدف الاول امس الهدف الثاني للفريق الوطني اللي سجله يوسف النصيري من انطلاقه تقريبا من 50 متر بتمريره لولبيه ولا اجمل من اشرف حكيمي. حتى الهدف الثاني في مباراه بلجيكا، نعم، الارتقاء برأس حمد الله، نعم، واللعب الثنائي ما بين زياش وبوخاري. واتكلم على 3 ديال التمريرات. نعم، تمريرات. وعندما تكسر الظهر، لانك عندما تكون يعني مندفع بواحد البلوك ومطلع البلوك في محاوله للضغط على المنافس، كلما نجح المنافس في إخراج كرة نظيفة من المنطقة وكسر الخط الأول ديالك أنت اللي كتعمل به البلوك، إلا ويصبح خطرا عليك. أنا أعتقد على أن قد يكون مبكرا أن ندخل في هذه السيرات التكتيكية، ولكن بشكل عام أنا قلت لكم بالأمس أنني مرتاح أن يواجه الفريق الوطني منتخب إسبانيا، لأنني أفضل أن ألعب مع منتخب يعتبر للجميع كتابا مفتوحا، صحيح يعتمد على فرديات ويوجد الاختراقات ويوجد واحد مجموعة من الأشياء، ولكن لا ننسى اليوم جلال على أننا نملك منظومة دفاعية قوية. اليوم الفريق الوطني بلغة الأرقام هو ثالث، هو مع 2 من احسن المنتخبات اللي مرت للدور الثاني، يملك 7 نقاط مع منتخب هولندا وانجلترا. منتخبات كالبرتغال، فرنسا، البرازيل اللي كانت عندها 6 نقاط خسرت اخر مباراه. ثم ايضا الفريق الوطني يتمتع باقوى دفاع، حيث دخل مرمى هدف واحد. كيف خالد؟ قرأت في أفكاري، كنت سأتحدث عن هذه الجوانب، الجوانب الهجومية والدفاعية. نعم، الدفاعية المنتخب المغربي مع قلة قليلة من المنتخبات التي اهتزت شباكها مرة واحدة، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع تونس التي دخل في مرمى هدف، مع منتخبين آخرين، أعتقد كرواسيا بهدف واحد في المباراة مع وليد الركراكي دخل عندنا هدف واحد. نعم، ما بين المباريات جورجيا والمباريات كلهم اللي لعبنا، والثلاث مباريات ديال كأس العالم دخل عندنا هدف واحد. عندنا واحد من أحسن الدفاعات، ولذلك الرصيد الهجومي مهم. قلت في أول البرامج قلت على أننا ندافع بطريقة جد حديثة. الآن ما تخوفناش الاستحواذ ديال الكره ديال اسبانيا. علاش؟ لان في 2010 كاع الفرق اللي كانت المنتخبات كتستحوذ على الكره كلها وصلت النهائيات، وملكه الاستحواذ انذاك اللي دات كاس 2006 و2008 ودات كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا هي المنتخب الاسباني. وكان المنتخب الاسباني انذاك هو المنتخب اللي سجل اقل عدد من الاهداف في تاريخ كاس العالم وفاز بكاس العالم في كل مباراه. ما بقاش الفرق اللي استحوذت على الكره هي اللي وصلات، ولات الفروق اللي ربحت ببلوس دو ديال هي اللي كتربح المباريات. جات في 2018 ولات الفراقي اللي كيشدوا الكره وكيلعبوا كما قال السي خليل العمود ديالهم كيمشيو بالزربه كيديروا 2 3 كونتر كيقتلوا. والان اخر دراسه في الكاس الاوروبيه الاخيره ديال ايطاليا بعض المباريات خدات 30% استحواذ وربحات، خدات 70% واستحوذات كتورك، والوقت اللي كتشد الكره كتمشي اون كونتر وربحوا كاع المباريات وداو كاس اوروبا. فالان الفروق اللي كتخرج السرعه وكتمشي كتباغت لي زادفيرسير قبل ما يتجمعوا ويصايبوا الكتال. نخليو الكره الى دعات الضروره، ولكن خصنا نبقاو غادي الفكر ديالنا ان ندافعوا بشكل جيد، ومن يشدوها نمشيو مباشره لعند النصيري ونحاولوا نبنيو الهجمه ديالنا المرتده باكبر سرعه. واحد السؤال بسرعه فؤاد، واش اللاعبين المغاربه ولا المنتخب المغربي قبل ان يحرم من الكره تقريبا طيله هذه المواجهه ضد المنتخب الاسباني؟ الفكر اللي كاين دابا الحمد لله تبدل لان قلت لك باش بوفال هذه هي النقطه، لان صحيح ان النصيري كيقطع مسافات كبيره هو كيجري وكيضغط. الفكر ان بوفال وزياش مع عمرهم كانوا كيديروا ان كرون ترافاي ديفونسيف مع المدافعين الارفقاء الخصوم، اما 3 للوسط و4 للور موكلهم انهم يجريوا. اعتقد اليوم كاين فكر مع وليد الركراكي على اننا ندافعوا الى تعد الضروره نص ساعه وساعه الا ربع، واول كره نشدوها نمشيو. الان الفكر ديال اسبانيا السي جلال هو ان تمرحش الكره ما بين المدافعين. الا جيتي معطل لو بلوك ديالك مرحل معطل كيديروا لا بينيتراسيون ديالهم، كيبداو في لي كورس كروازي، كيبداو في لي سونتر، كيبداو في لي دوبلون. الا جيتي في الوقت كيعاودوا يرجعوا لي ديفونسور يمشيو من الجهه الاخرى. الخوف هو اننا خليتهم يديروا هذا الشيء بزاف غيرهقوك بدنيا وذهنيا غيشدوا الكره. فخصنا الضغط ديالنا يكون مثمر. الا مشينا نضغطوا كلمتي على الصبر البدني ولكن الصبر كذلك الذهني. هذا هو السؤال ديالي كان، واش غيقبلوا
وهما اللي يعني لاعبين مهاريين بحال زياش بحال بوفال، ولكن انهم مطالبين بأن ما يؤدوا يجيش الواجبات ما يجيوش الدفاعية، مطالبين. لا الذي لا، بغض النظر على يعني الدفاع. جلال احنا ما كنعرفوش الى الان يعني تضاريس المباراه كيف ستكون، ولكن انا قلت بانه الفريق الوطني جرب مثل هذه الوضعيات في 3 مباريات معا، يعني كان واقعا ولكن بنسبة أقل. اي، وانا قلت لك بصرف النظر على المساحه الزمنيه اللي غيطلبها الامر ديال انك تبقى في المنطقه ديالك مراقب وكتتابع اللاعب، ولكن يعني سد جميع المنافذ وجميع سي الثغرات. جلال عنده 2 شوا ودارهم في وسط لي ماتش. لو شوا الاول هو انه مشى يبريسي تري هو، ودارها مع كرواتيا ودارها في واحد الوقت مع بلجيكا، انك تضغط الفوق ولكن تي اوبليجي تطلع على لين ديفونسيف باش يبقاو لينين قراب، وبالتالي كيبقاو فراغات من وراك الا ما كانوش اللعابه ديالك المدافعين قويين في الارتداد ويجريوا المرمى ديالهم ويكونوا اقرب من المهاجمين مشكل. وعنده الحل الثاني هو يجي الوسط ويبقاو لينين قدام بونو، ولكن غادي يرهقوك بالجري، خصك تعرف امتى تمشي تاخذهم. فكنظن ان وليد الركراكي غيدير دفاع مويان، ان بلوك مويان فير لو سونتر باش ما يخليش بزاف د لي سباس وما يخليلهمش عاود الكره حتى يعيونوا ويديروا لي بينيتراسيون ديالهم.